مبدئيا كده انا مش بعمل دعاية لحد ولا مع حد ضد حد. بس زي ما انتم ما بتهاجموا المدرسين والدروس الخصوصية، في فئة تانية انا عن نفسي بقول عليهم حيتان الا من رحم ربي. بعض الدكاترة اللي بيشتغلوا الناس الغلابة في الفيزيتا بتاعتهم راعوا ربنا شوية. في الفترة الأخيرة زادت الشكاوي على الدكاترة. ازاي يعني؟ الدكتور يكشف للمريض، يكتب له تحاليل وهو اساسا مش محتاج تحاليل. تروح المعمل الفلاني عشان تعمل تحاليل، عشان تروح الصيدلية عشان الدكتور ينصص مع الصيدلي حوارات كده الغلابة مش هيفهموها. الدكتور اللي مش هيراعي ربنا في شغله هطلع اتكلم عليه وبروح اشتكيني. الدكتور اللي مش هيراعي ربنا وهتكتر الشكاوى عليه، بتكلم على مطايا مش دعوة بالبلاد التانية، مش هتراعي ربنا هنطلع نتكلم عليك ونوقف لك سمعتك، وبقى روح اشتكينا. خلاص. زي ما انت ما بتراعيش ربنا في الغلبان اللي جاي يكشف عندك وبتشمطه، بمعنى صح بتشمطه في الفيزيتا، احنا كمان بنعرف ايه نرازي فيك. خلاص. انا مش مع حد ضد حد ولا جاي على حد معين، انا بتكلم بصفة عامة. الدكتور اللي مش هيراعي ربنا في شغله ويراعي ربنا في المريض الغلبان اللي رايح له وهيشتغله، يقول له روح اعمل تحاليل عند المعمل الفلاني عشان المعمل يبعته للصيدلية عشان بتاع الصيدلية ينصص معاه ويبعت له نسبة. فاهمين الكلام ده كله؟ خلاص. المريض اللي جاي يكشف عنك ده هو اللي بيشغل لك عيادتك. يعني مفيش داعي ان انت تعامله معاملة وحشة، مفيش داعي ان انت تشتغله، مفيش داعي ان انت تلطع بالتلات اربع ساعات بره عشان اللي يجي يلاقي العيادة مليانة يقول ده دكتور شاطر. لا، احنا عارفين مين الشاطر ومين مش شاطر في المطار، وعارفين الدكتور الكويس وعارفين الدكتور الشماط، عشان كترة الشكاوي على الدكاترة. فزي ما انتوا زي ما انتوا ما بتحاربوا المدرسين وفئة الدروس الخصوصية، لا، في فئة تانية بسميهم الحيتان. مش مهنة اللي انتوا بتعملوها، ده سوق، ده اسمه تجارة، تجارة بالبشر إلا من رحم رب. بعض الدكاترة بعض الدكاترة هيتسلط عليهم الميكروسكوب في الفترة الجاية. هتقولوا انت بصفتك ايه ومش بصفتك ايه؟ لا، في دكاترة في مطاي فعلا جزارين بمعنى الكلمة، جزارين بمعنى الكلمة. راعوا ربنا شوية. ومن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ارحم الغلبان اللي جاي يكشف عنك. ولو انت همك الموضوع تقدر تعمل شير للفيديو، صوتنا يوصل، وخففوا الفيزيتا شوية. يعني مش شرط انت تخلي الكشف اعلى من زميلك الدكتور التاني. يعني انت صاحبك الدكتور مخلي الكشف ب100، مش شرط انت تخليها ب105، خليها ب110، مش شرط يعني. نزل خليها ب30 40، وكده كده هترزق. يعني انت كده كده هترزق. خف الفيزيتا شوية. انا هقول تاني، انا مش مع حد ضد حد ولا طالع هاجم حد معين. انا مش مع حد ضد حد ولا طالع هاجم حد معين. انا بتكلم بصفة عامة. ارحموا الناس شوية. الشكاوى بدأت تكتر، صوتهم بدأ يوصل، مفيش رقابة عليكم غير ربنا. زي ما انتوا زي ما انتوا ما عايزين تكسبوا، يعني في حاجة اسمها مكسب بسيط يؤدي إلى المكسب السريع، تكسب أكتر. حد فاهم حاجة؟ يعني مش شرط انت تاخد الكشف ب100، تعمل 100 كشف في اليوم ب10 تلاف. انت ممكن تخلي الكشف ب30 40، ناس غالبا كتير بتكشف وهتكسب برضه. يعني انت كده كده هتكسب. في بعض الدكاترة في مطاي محترمين، في بعض الدكاترة في مطاي محترمين وشاطرين، والفيزيتا بتاعتهم حنين شوية. مش هقول مسميات طبعا، بس العارف لا يعرف، العارف لا يعرف. انتوا عارفين الدكاترة حلوين وعارفين الدكاترة الشاطرة وعارفين الدكاترة الممتازين، بس
فعلا بقى شيء ملفت للنظر. الدكتور بقى جزار. بعض الدكاترة، مش كل الدكاترة، بعض الدكاترة جزارين مش دكاترة. أحلى مسا عليكم.